بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في قناة جنة الكروشيه. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض سكارف بسيط كده يناسب سن اطفال بغرزة بسيطة جدا. الغرزة دي هي عبارة عن اعمدة ما فيش فيها مشكلة، تعتبر عمود بلفة. اي حد لسه مبتدئ تبقى سهلة عليه ان شاء الله ويقدر يعمل سكارف بالغرزة دي. زي ما احنا شايفين انا استخدمت الخيط ده يقال عليه خيط الفلاورز او خيط الزهور، لان زي ما احنا شايفين الفتلة بتاعته متوسطة السمك وكل مسافة طالع منها بروز كده تعتبر زي ايه زهرات او بتاعه زي ما احنا شايفين، وفي عبارة عن مشعر وداخل لونين في بعض. انا هنا بستخدم ابرة بمقاسين مختلفين. انا بعمل السلاسل بابرة اكبر شوية والغرزة بابرة اقل منها، عشان السلاسل بتاعة البداية ما تبقاش تشد معايا وتبقى الشغل متني. زي ما احنا شايفين كده اهو الشغل طالع مرتاح. ادي سلاسل البداية اهي الشغل بتاعها مرتاح مش مشدود ولا حاجة اهو بالظبط كده. نبدأ مع بعض ونشوف الغرزة طريقة عملها ازاي، وهنبدأ بعدد السلاسل قد ايه. هنبدأ مع بعض ونشوف بداية السكارف ازاي. انا ببدأ سلاسل البداية بإبرة اكبر نص نمرة، بحيث اما بيطلع الشغل بعد كده ما يبقاش تبقى السلاسل البداية مرتاحة معايا والشغل يطلع مفرود. ادي الخيط بتاعي هعمل عقدة البداية كده. انا هنا هعمل 20 سلسلة، انا عايزاها بمقاس يناسب سن اطفال. هعمل ادي 1 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20. انا عملت كده 20 سلسلة. هاجي هرتفع عدد 1 2 3 دول الثلاث سلاسل دول بمثابة عمود، وفي نفس الوقت ارتفاع العمود بلفة بتاعي. هاجي هعمل اخد لفة على الابرة الثلاثة اللي انا ارتفعتهم اهم، هفوتهم وهاخد اول سلسلة بعدهم في الضلع الخلفي وهعمل العمود التاني. يبقى انا كده ارتفعت 3 سلاسل بمثابة اول عمود، وفي نفس الوقت هم ارتفاع هحسبهم عمود من ضمن الاعمدة بتاعتي. وادي العمود الاول هاخد لفة على الابرة وادخل في الضلع الخلفي، اغير الابرة معلش نسيت. انا ارتفعت 3 اهو، هدخل فيها وهبدأ اخد اول عمود، هفوت 1 2 3 اللي انا ارتفعتهم وهدخل في الضلع الخلفي للسلسلة اللي وراها على طول واعمل اول عمود بلفة. هاخد لفة تانية على الابرة وهدخل ادي اول سلسلة دخلت فيها، هاجي ادخل في السلسلة اللي وراها هاخد لفة وادخل في الضلع الخلفي واعمل العمود التاني. هاخد لفة على الابرة وادخل في السلسلة اللي وراها واعمل العمود التالت. كده انا عملت 3 اعمدة بلفة. هاخد لفة على الابرة واللي وراها بدخل في الضلع الخلفي واسحب لفة من خيطي على الابرة واطلع بلفتين ولفة واطلع ب2 لفة على الابرة، بدخل في الضلع الخلفي واخد لفة من خيطي واطلع اخد لفة واطلع بحلقتين ولفة واطلع بحلقتين، وهكذا لما اخلص عندي عدد السلاسل ويبقى عندي في النهاية
20 عمود بلفة بالطريقة دي. لفة على الإبرة تمام كده، السلسلة اللي وراها ادي البداية اهي، اكمل ال20 سلسلة وارجع تاني. انا كده وصلت للنهاية وعملت اخر سلسلة عمود بلفة، كده اصبح عندي 20 عمود بلفة. هبدأ اعمل السطر التاني، هلف الخيط بتاعي كده وارتفع 1 2 3 4 واخد لفة على الابرة. هفوت اول واحدة بعد الارتفاع على طول، او اول سلسلة اللي هي طالع منها ال4 غرز، وهدخل في التانية مباشرة وادخل اسحب خيطي ومعايا 3 حلقات اهم، هاخد لفة واطلع ب2، لفة واطلع ب2. يبقى انا كده عملت هنا 3 سلاسل بمثابة عمود والرابعة مسافة، وبعد كده دخلت في السلسلة اللي وراها عملت عمود بلفة. بعد ما عملت العمود هاخد سلسلة كده على الطاير واخد لفة على الإبرة، هفوت من تحت واحدة وهدخل في اللي وراها وهعمل عمود بلفة بالشكل ده. بقى عندي عمود وعمود وبينهم سلسلة فراغ، هرتفع سلسلة كده على الطاير واخد لفة على الإبرة واعمل عمود بلفة في اللي وراها بالطريقة دي. يبقى انا السطر التاني بفوت بطلع بعمل عمود بلفة وبينهم وبين يعني بعد منه سلسلة، وارجع في من تحت اعمل عمود بلفة وافوت واعمل سلسلة من فوق وارجع اعمل عمود بلفة. هعمل سلسلة واخد لفة على الإبرة، افوت واحدة من تحت وادخل في اللي وراها واعمل غرزة عمود بلفة وهرتفع سلسلة بالطريقة دي. هفوت غرزة من تحت وادخل في التانية اعمل فيها عمود بلفة بالطريقة دي وارتفع سلسلة، هاخد لفة على الإبرة وافوت واحدة وادخل في اللي وراها واعمل عمود بلفة. هرتفع سلسلة، افوت واحدة من تحت وادخل في اللي وراها واعمل عمود بلفة وهرتفع سلسلة، وهكذا لغاية لما اخلص السطر التاني كده اهو. اخر حاجة هفوت سلسلة وانا عندي سلاسل الارتفاع، هدخل في السلسلة رقم 3. انا هنا عشان الخيط ده فيه اللي هي الزوائد اللي طالعة منه دي، مش هيبان فيه الغرزة غير غرزة العمود. انا لقيت بصراحة هي دي انسب غرزة اللي بيها اعمل بيها اشتغل بيها الخيط ده. دخلت في 3 حلقة ورحت عاملة كده عمود بلفة. يبقى انا كده خلصت السطر التاني اهو، فراغات عمود بلفة سلسلة عمود بلفة سلسلة عمود بلفة سلسلة، وفي نفس الوقت بفوت واحدة بين كل عمود والتاني من تحت. هاجي هرتفع السطر التالت بلف الشغل بتاعي بالطريقة دي. هنا بقى انا هرتفع 1 2 3 عشان اعمل السطر التالت. هاخد لفة على الإبرة، هدخل في اول فراغ وهعمل عمود بلفة عشان ارجع تاني اكرر نفس السطر الاول. السطر التالت تكرار للسطر الاول. هاخد لفة على الإبرة، انا هنا عندي عمود بلفة هدخل فيه وهعمل عمود بلفة. هاخد لفة على الإبرة هيقابلني الفراغ، هدخل فيه وهعمل عمود بلفة. اخد لفة على الإبرة، هنا هيقابلني عمود بلفة، هدخل في العمود واعمل عمود بلفة، بحيث ان انا هيبقى في النهاية عندي 20 عمود بلفة تاني. يبقى السطر الثالث تكرار للسطر الاول. هدخل في الفراغ وهعمل عمود بلفة، هدخل في العمود هيقابلني،
هدخل تحت ضلعين السلسلة وهعمل عمود بلفة. هيقابلني الفراغ تاني عمود بلفة، لفة على الإبرة، هيقابلني ضلعين السلسلة اهم في رأس العمود اللي وراه، بدخل تحتهم وبسحب خيطي وبعمل عمود بلفة بالطريقة دي لغاية لما بخلص السطر بتاعي. يبقى انا كده كونت 20 عمود بلفة تاني، وده يعتبر السطر التالت. وزي ما احنا شايفين السكارف غرزة بسيطة قوي، عبارة سطر عواميد وسطر فيه فراغات. ادي ده عمود بلفة اللي هو دبل كروشيه، وفي العمود هدخل تحت السلسلة واعمل عمود بلفة بالطريقة دي كده. انا وصلت للنهاية، هدخل في الفراغ هنا وهعمل عمود بلفة. انا هنا في النهاية عاملة 4، يعني 3 ارتفاع والفراغ السلسلة، فانا هنا عملت في الفراغ وهدخل في الغرزة رقم 3 وهعمل عمود بلفة. بالطريقة دي انا كده عملت السطر الثالث، كونت 20 عمود بلفة تاني. نعدهم مع بعض، ادي 2 4 6 8 10، 2 4 6 8 10 بالظبط كده. ورجعنا تاني بعد ما طلعت مسافة من السكارف بتاعي بالشكل ده. وللأسف الخيط، حبة الخيط اللي موجودين من النوع ده خلاص، فجات لي فكرة ان انا اعمل على الطرفين، يعني اشتغل بالخيط ده. الخيط ده اهو، ده النوع بتاعه البكرة 50 جرام، اسمه كارما. البيانات بتاعته الإبر مقاس 4، وللأسف هو مش مكتوب عليه البلد بتاعته ايه، بس احنا هنا عندنا غالبية الخيوط بتاعتنا بتيجي من تركيا. هو 50% بوليستر و50% نايلون. الخيط ده هو عبارة عن يعني بيقولوا عليه رمش العين أو الخيط المشعر. اللون فيه أكتر من تدرج. يعني مثلا هوريكم، أنا عندي هنا في حبة بيبقوا مشعر كده بلون واحد، اللون الرمادي، وفي حبة بالطريقة دي، ألوانات في بعضها كده، بيج في بني في أوف وايت. فلما بتشتغلي بيه بيبقى عطيكي الشكل ده كده اهو. حبة المشعر بالرمادي اهو، والحبة التانيين او الامتار التانية بتيجي اللون بتاعها بيبقى بالشكل ده، والشغل بيبقى الوش زي الظهر. فانا لقيت ان دي فكرة كويسة ان انا اكمل بيها السكارف، اعملها كده من الناحيتين، وحسب رغبتك بقى، حبة تزودي، حبة كم سطر وتنهي، دي حاجة ترجع لك انتي وحسب طول السكارف اللي انت عايزاه. انا هنا هشتغل على فتلتين مش على فتلة واحدة، لان ده خيط رفيع زي ما احنا شايفين كده، وبحاول ان انا بوفق اللونين اللي هم يعني متقاربين من بعض. يعني مثلا البني من الفتلة الاولانية بحاول اوفقها مع البني من الفتلة التانية، الرمادي نفس الطريقة، الاوف وايت برضو نفس الطريقة. فانا كده حاولت ان انا اجمع اللونين مع بعض وهبدأ اشتغل ان شاء الله. انا عملت هنا كام سطر، هشتغل زيهم في الناحية المقابلة بنفس الطريقة. هعمل عقدة البداية بتاعتي، وهاجي عند الطرف بتاع السكارف، هدخل في اول غرزة، الخيط بتاعي بيبقى ورا كده،
وهدخل في اول سلسلة عندي بالطريقة دي، وهسحب الخيط بتاعي، الخيط الزيادة بجيبه كده عشان اخفيه معايا في الشغل، وهبدأ اعمل غرزة حشوة، وهرتفع 1 2 3. انا كده عملت 3 سلاسل. هاجي في السلسلة اللي وراها هدخل وهعمل غرزة عمود بلفة. بالمناسبة الخيط ده يعني انا شايفة ان اكتر شغل او غرز تمشي معاه هي غرزة العمود بلفة او نص عمود، يعني اعمدة بس، انما غرز زخرفية متهيألي مش هتبان قوي في الخيط، لان احنا زي ما احنا شايفين مشعر بالطريقة دي. وكذلك الامر في نفس الخيط ده، الخيوط اللي من النوع ده انا يعني ده رأيي، شايفة انسب حاجة لها الاعمدة. وممكن تعملي مثلا اعمدة متتالية ورا بعض، او بتسيبي فراغ سلسلة او سلسلتين، ده اللي تقدري بس ايه يعني تحاولي تعمليه او تلعبي بيها، يعني زي ما بيقولوا في الخيوط، يعني بتحسني استخدام نوعية الخيط وبتختاري له الغرزة اللي تناسبه. انا هنا هبدأ هشتغل اعمدة على طول متتالية فوق بعض بالطريقة دي كده اهو. بدخل في كل سلسلة وبخفي طرف الخيط معايا، وبشتغل عمود بلفة بالطريقة دي. وتكوني واخدة بالك وحريصة ان عدد الأعمدة اللي بدأت بيها هي يعني احنا هنا 22 عمود، هم ال 22 عمود اللي احنا هنشتغلهم. ونبدأ بعد كده بالتوالي ان نشتغل الجزئية اللي احنا عايزين نعملوها سوا مع بعضين. انا باخد كده اهو، هيبدأ الخيط المشعر بقى يظهر معايا هنا. هو الحقيقة الخيط ده بيدي شكل جمالي لما بتشتغليه، وبيبقى ظريف قوي في شال او سكارف او ممكن جاكيت برضو، بيدي شكل حلو. وهبدأ اعمل عمود بلفة في كل سلسلة بتقابلني بالطريقة دي لغاية لما بنهي عدد الأسطر بتاعتي وأكملها. احنا قلنا السكارف ده ما فيهوش أي تعقيدات أو غرز صعبة للمبتدئ، بحيث ان العمود بلفة في فيديوهات تعليمية أنا عاملاها على القائمة في القناة، ممكن تدخلي وتشوفيها ازاي نبدأ سلسلة، ازاي نبدأ عمود بلفة، ازاي نبدأ عمود بلفتين، ازاي نعمل نص عمود كده يعني. جيت لآخر واحدة بدخل في تالت سلسلة اهي، وبسحب خيطي وبطلع بعمل عمود بلف. انا كده خلصت اول سطر بالشكل ده. بلف الخيط بتاعي كده اهو، وبرتفع 1 2 3، وهرجع هفوت هنا اول واحدة، هاجي بقى الغرزة اللي وراها على طول وهدخل واعمل عمود بلفة. هنا بقى هتلاقي صعوبة شوية، بس حاولي انك تشوفي غرزة ضلعين السلسلة وهم باينين عشان تقدري تتمكني وتدخلي تحت منهم بالظبط، لان صعوبة الشغل ده الخيط ده انك لما بتشتغلي للأسف بتبقاش واضحة قوي. فانت حاولي بتشوفي ضلعين السلسلة كده وبتخشي فيهم وبتطلعي بخيطك وتعملي عمود بلفة، وهكذا بعدد الأسطر اللي انت عايزاها لغاية لما تنهي عمل السكارف. ممكن أكمل شوية وأرجع لكم تاني أكون خلصت نفس المسافة أو نفس الأسطر اللي أنا عملتها في الناحية المقابلة ليها بالشكل ده. كده أنا وصلت لنهاية الأسطر بتاعتي، وده الشكل النهائي للجزء المقابل للسكارف. هبدأ هقص الخيط بتاعي بالشكل ده،
وطرف الخيط اللي فاضل هجيب ابرة التنظيف وهحاول ان انا اخفيه وسط الشغل. بالطريقة دي كده. هو طبعا عشان الخيط مشعر فمش هيبان يعني قوي. بحاول ان انا بقى ايه ادخل وسط الغرز كده واخفيه واثبته بطريقة بحيث ما يكرش معايا. طلعت من الإبرة، معلش. اللهم صل على سيدنا محمد. دايما يا جماعة وانتوا شغالين عليكم بذكر الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تمام كده. اهي كده انا خلصت السكارف بتاعي بالطريقة دي اهو. وده الاحرف بتاعته. تمام. وفي نفس الوقت استغليت الخيوط اللي عندي. اي نعم هما حبة الخيط دول مش كتير، بس انا ممكن البسها لطفل تحت جاكيت مثلا، وجابوا كده الحرفين على بعض، وفي نفس الوقت هتدفي وشكلها ظريف. أرجو أن يكون الفيديو عجبكم إن شاء الله، وما تنسوناش من عمل أو وضع لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولو في أي كومنتات أرجو كتابتها في التعليقات. وإن شاء الله ألقاكم على خير في فيديو آخر من فيديوهات قناة جنة الكروشيه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.